إذن سيرة سيرتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يتعلق في عملية سلفيت التي وقعت صباح اليوم ومقتل 3 مستوطنين واستشهاد منفذ العملية الطعن والدهسة المشتركة وهو من سكان بلدة حارس في سلفيت. إذن 3 قتلى وإصابتين في عملية أرائيل التي نفذها فلسطيني من بلدة حارس قرب مدينة سلفيت. إذن الفلسطيني هاجم حارس المستوطنة، طعنه ومن ثم انتقل إلى محطة وقود قريبة وطعن جنديين آخرين، وبعد ذلك نفذ عملية دهس بعد أن قتل الجنود بواسطة الطعن. نفذ عملية دهس والعملية استمرت ل20 دقيقة. الجيش يقول بأن العملية معقدة للغاية، حيث تنقل منفذ العملية إلى عدة أماكن ونفذ عملية الطعن والدهس خلال 20 دقيقة. إذن هذه صورة العملية وصورة وضع العملية قرب مستوطنة أرائيل التي وقعت صباح اليوم. المستوطنون هاجموا السكان في منطقة سلفيت، وكذلك جيش الاحتلال اقتحم بيت منفذ عملية أرائيل في بلدة حارس واعتدى على السكان وعلى أهله. المستوطنون يواصلون إلقاء الحجارة والتجمهرات قرب نابلس وجنوب مدينة نابلس بحسب التحديثات الإخبارية، وذلك عقب تنفيذ عملية أرائيل التي قتل فيها 3 وأصيب بها شخصين على الأقل بحسب الإعلام العبري. كانت هذه صورة الوضع في قرب أرائيل جنوب نابلس. شكرا، في أمان الله.